وفاة الطفلة السادسة بقرية درجة التابعة لمركز دير مواس، وخبر عاجل من النيابة العامة بالمنيا. يا ترى ايه الحكاية؟ يلا بينا عشان احكي لك، بس يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو عشان خاطر بس الفيديو يوصل لغيرك ويسمعه، لان اللايك بتاع حضرتك بس بيساعد ان الفيديو يظهر للناس. وفي نفس الوقت لو مش متابعني هيكون شرف ليا انك تتابعني عشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه. ويلا بينا مع بعض نبدا ايه اللي حصل بالتفاصيل في اصل الجريمه. طبعا كلنا الايام اللي فاتت ديت لاحظنا ان في 5 اشقاء ماتوا من بيت واحد، والسبب لحد دلوقتي غامض. وللاسف الشديد المرض بتاعهم كلهم واحد، بس واحد بيموت ورا التاني على طول. طبعا بعد وفاه الطفله السادسه فرحه ناصر تم اصدار قرارات من النيابه العامه بالمنيا. اول قرار وهو استخراج 3 جثامين من الاشقاء اللي اتدفنوا ولم يتم تشريحهم عشان خاطر برضه يشرحوهم يعرفوا ايه سبب الوفاه. وكمان تاني خبر هو امر ضبط واحضار زوجة الاب الحاج ناصر او عم ناصر، اللي لحد دلوقتي برضه بيعاني من نفس المرض ده وفي المستشفى. طبعا بعد عمل تحاليل وفحوصات كامله للطفله الاخيره اللي هي طبعا فرحه، تم ارسال عينات لوزاره الصحه بالقاهره عشان يعرفوا ايه سبب برضه الوفاه. ربنا يرحمهم طبعا ويصبر اهاليهم على فراقهم. وفي نفس الوقت في فيديو هنزله كمان بعد الفيديو دوت. الفيديو اللي انا هنزله ده هو واقعة بشعة جدا حصلت في الشرقية تقريبا، لسه معرفش فين بالظبط، ولكن الواقعة دي هي بسبب حاجة ممكن شبابنا، يعني مش ممكن، هو شبابنا عموما بقوا مسحولين مع الحاجة دي، والحاجة دي ممكن توصلهم ان هم يعملوا كده. فعشان كده عايز كل الناس تسمع الفيديو اللي جاي لانه مهم جدا جدا. مع السلامة.